اهلا وسهلا بكم متتبعات ديالي الغاليات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم دائما من شهوات خديجه الدكاليه، وبشركم مبروك وتدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد. اليوم الغزالات ديالي جبت لكم كيك اللي خفيه بزاف، تقدروا توجدوا لمائده الافطار ديال العيد شي حاجه غزاله كيكه راقيه، وكذلك في المذاق ديالها اللي كتجي ألذ ما يكون، كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه كيف قلت لكم في المذاق. غادي نقطع معكم الطريف وغادي تشوفوا معايا القوام ديالها. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي زوينه بزاف، وكذلك كتجي خفيفه. هذه هي الكيكه اللي غادي نقدم معكم، تقدروا توجدوها المائده ديال العيد الافطار، شي حاجه غزاله بزاف وكذلك كتجي خفيفه بزاف. خليكم معايا باش تكتشفوا جميع المكونات ديالها والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات الجد بسيطه ومتواجده في اي بيت، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، 3 البيضات، 2 خمارات الوزن 8 غرام، معلقه كبيره ديال الكاكاو، وكذلك عندي واحد الكيس ديال النكهه ديال الزهر. ضروري يكون نكهه ديال الزهر باش كيعطيكم واحد المذاق رائع. بالنسبه للدقيق حسب الخليط، غادي ناخذ واحد الاناء اللي ضفت فيه قبيصه ديال الملح، غادي نزيد عليه دوك 3 البيضات وكاس ديال السكر ديال سنيده. غادي نزيد داك الكاس ديال النكهه ديال الزهر ديال الفاني يكون ضروري يكون ديال الزهر باش كيعطيكم واحد المذاق اللي جد رائع في الكيك ديالكم. صافي غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم، السنيده مع البيض حتى كيضاعفوا ليا الحجم ديالهم. بالنسبه لهاد الكيك هذا كيجيو غزال، صدقوني وجربوه وكونوا اكيدين انه تكونوا معتمدين عليه، شي حاجه ديال زوينه وكذلك خفيفه ورائعه في المذاق ديالها. صافي هنا غادي نضيف الزيت تدريجيا، وانني كنضرب ما كنحبش بالضرب كيف كتشوفوا معايا. تقدروا ديروا المكونات في خلاط كهربائي وطلعوا البيض مزيان مع بعضياتهم مع السنيده والزيت. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا كنطرب مزيان، ضروري انكم تطربوا باش الكيكه كتجيكم خفيفه تماما ما كتجيكمش مدقصه. صافي هنا غادي نضيف كذلك كاس ديال الحليب، وغادي نطرب المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نزيد عليهم 2 خمارات اللي وزن 8 غرام. مقادير جد سهله وكذلك اللي مضبوطه، تبعوا غير الطريقه والمقادير اللي يكونوا مضبوطين، وكونوا اكيد ان الكيك ديالكم غتكون ناجحه معكم. صافي هنا بالنسبه للدقيق غادي نبقى نضيف الدقيق وانني كنخلط حتى نحصل واحد الخليط ما يكونش خفيف بزاف وكذلك ما يكونش ثقيل. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا نبقى تدريجيا انني كنزيد الدقيق وانني كنطرب. غادي نزيد كذلك الدقيق، مازال الخليط ديالي خفيف تماما. غادي نبقى نزيد في الدقيق اللي ديجا انه يكون مغربل مزيان وتكون نوعيه جيده. كذلك الدقيق كيلعب دور كبير في الكيك، ما يكونش كحل. بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق ضروري يكون ممتاز، يكون جيد بيض بزاف باش كتجي الكيكه ديالكم مهويه، وكتجي كذلك لانها كتجي نظيفه، ما كتجيش ديك الكيكه اللي كتكون يعني الدقيق كحل، وكتجي الكيكه اللي كتكون في واحد الشكل اللي يكون ما عطيش اللون ديالها بيض. ضروري كيف قلت لكم انه الدقيق يكون مزيان. صافي هنا الغزالات ديالي غنزيد واحد شويه دقيق، مازال الخليط ديالي خفيف، غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات اللي احتاجيت في هذا الكيك هذا، غادي نقول لكم الدقيق انني احتاجيت 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق، الا كان الخليط ديالكم مازال خفيف شويه زيدوا شويه. المهم انا احتاجيت 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق تماما لهذا الخليط هذا. وغادي كذلك نزيد شويه ديال الدقيق. كيف قلت لكم انا احتاجيت غير 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق. تقدروا الا بقى لكم الخليط شويه خفيف زيدوا نصف كاس او 4 كاس ديال الدقيق، نتوما على حسب الخليط ديالكم، حيت كاين انواع ديال الدقيق اللي كيشرب وكذلك الانواع اللي ما كيشربوش. صافي الغزالات ديالي هذا هو الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا. غادي نحيدو وغادي كذلك نزيد واحد المعلقه ديال الخل في الاخير، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. داك الخل ما كيخليش دوك الصفور كذلك في الكيك ديال البيض، وكذلك اللي كيخلي الكيك مهوي بزاف. صافي الغزالات ديالي عندي هاد الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا انه خفيف شويه. غادي هاد المول هذا اللي دائري ديال الدجاج اللي هنا غادي نخوي فيه الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا الشكل ديال الخليط، وغادي نقادو في المول ديالي. بالنسبه للفران انا ديجا مشعله الفران كيسخن من التحت حتى كنطيب الكيكه من التحت، عاده كنحمر ليها الوجه ديالها.
صافي الغزاله ديالي غادي نقاد المول ديالي كيف كتشوفوا معايا، وغادي داك الخليط ديالي خليت منه واحد نصف كاس فقط، وغنضيف ليه واحد المعلقه ديال الكاكاو. صافي وغادي نطربهم مزيان مع بعضياتهم كيف كتشوفوا معايا. طربوا المكونات مزيان. صافي غادي نخلط الكل حتى كينسجموا لي المكونات داك الكاكاو مع الخليط ديالي. وغادي ناخذ الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا وغندير فواحد البلاستيكه، غادي ندير في هاد البلاستيكه هادي وغادي نزير كيف كتشوفوا معايا كندير داك الخليط في القند ديال البلاستيكه. صافي غادي نتقب ديك البلاستيكه ديالي بواحد الشوكه، وغادي نحاول انني ندير خطوط هكا كيف كتشوفوا معايا في الصوره، يكونوا اغلاط. ضروري ان الخطوط ديالكم يكونوا اغلاط. كنديرهم فوق الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. غندير نبقى مستمره بالطريقه هذه، يكونوا كذلك متقاربين باش كيجيكم مزوقه كتجيكم زوينه. صافي غادي نكمل على هذا الشكل هذا حتى نكمل الخطوط ديال الكيك ديالي كيف كتشوفوا معايا في الصوره، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي انا الغزاله ديالي بعد ما كملت الخطوط ديالي غادي ناخذ واحد السكين اللي كيكون ماضي وناخذ ديك القنيته ديالو، وهكا غادي نجر الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا في الصوره. العمليه راه سهله. كنخلي واحد ليسباس شويه كبير باش كنرجع وكندير خطوط مائلين، يعني كنعاود نفس الخطوط غير الراس ديال الموس او الكوردون ديال المطبخ، وهكا كتجربيه على هذا الشكل هذا باش كتجيكم ديك الوريضه في الكيك ديالكم، كتجيكم على الشكل ديال الملفاي. غادي ندور المول ديالي وغادي ندير الشكل عكسي كذلك. شوفوا معايا العمليه البنات راه جات سهله وبسيطه، وكذلك الكيك كيجي واحد المنظر اللي جد رائع بزاف بزاف تماما وكيجي غزال. صافي غادي نكمل على هذه الطريقه الغزالات ديالي وغادي نرجع معكم من بعد ما يطيب ليا الكيك. وهانتوما الغزالات ديالي بعد ما طاب ليا الكيك وخد لي داك اللون الذهبي، مبغيتش نحمر الكيك بزاف، غير ياخذ لكم داك اللون الذهبي وتخرجوه من الفرن. هنايا عندي شويه النباج، خليت الكيكه حتى كيبرد تماما مزيان، وغادي ندهنو بشويه ديال النباج. بالنسبه اللي عندكم مربى المشماش دهنوا به او لا الكونفيتور ديال عفوا العسل كذلك دهنوا به الكيك ديالكم. وهانتوما الغزالات ديالي الشكل ديالها كيفاش كتجي راقيه، وكذلك الطعم ديالها كيجي رائع. كتجي غزاله كيكه اللي تقدر توجديها هذا العيد لوليداتك او الضيوف ديالك ولا عائلتك، شي حاجه اللي غزاله بزاف تماما وغادي تعجبهم وغتستحق انك تجربيها وتعاودي تجربيها. كيكه زوينه ورقيه في الشكل ديالها، وكذلك اللي بمكونات سهله واقتصاديه. غادي نشوفوا معايا المنظر ديالها كيفاش كيجي، وكذلك الخفه. تشوفوا معايا كتجي خفيفه تماما وكتجي الشكل ديالها رائع. كنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، ودائما كيف كنقول لكم ما تبخلوش عليا من التعليقات الزوينه اللي دائما كتخلوا ليا، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد. السلام عليكم.